نحن الآن على بعد عدة طوابق فقط وبضع درجات من الحرب العالمية الأولى والثانية، حرب الفيتنام وحرب الخليج وغيرها. تابعوني. متحف بلا حدود تاريخية، هكذا يبدو متحف هيسارد الواقع وسط اسطنبول، حيث يصور أشهر الحروب والأحداث العسكرية التي شهدها العالم على مدى عصور مختلفة عبر هياكل ثلاثية الأبعاد تنبض بالحياة والتفاصيل. لدينا هنا مجموعة من الجنود الأتراك الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى، وهنا يقف طيار ألماني ببدلته السوداء الجلدية الغريبة الشكل، كذلك شارك في الحرب ذاتها. أما هنا فلدينا مشاهد من معركة قوط العمارة الشهيرة في العراق التي نفذها الجنود الأتراك آنذاك ضد الإنجليز. عبر مزادات عالمية تم شراء الكثير من هذه القطع الأثرية النادرة، وبشغف كبير جمعها التركي نجاة تشوهدار أوغلو وقام بتأسيس المتحف عام 2014. يتكون المتحف من 6 طوابق تصور حروباً تبدأ من العصر السلجوقي، وما يميزنا عن باقي المتاحف محاكاة الواقع عبر عرض القطع بأسلوب ديوراما، حيث جلبنا الثياب والذخائر الحقيقية للجنود من أماكن مختلفة من العالم. كذلك قمنا بعمل مجسمات صغيرة لأشهر المعارك التاريخية. يعود تاريخ هذا السيف إلى القرن السادس الميلادي، وهذه مجموعة من مقتنيات السلاطين المصنوعة من الذهب المرصع بالماس والياقوت. سيوف، رماح وخناجر تحاوطك من كل الجهات بمجرد دخولك هذا المكان، لكن لا تقلق أبداً، فلن يتم تصويب أي منها إليك.